السلام عليكم أصدقائي، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم الأخبارية جذور. سوف نشاهد فيه ملخص مباراة المغرب واسكتلندا ضمن أجواء بطولة كأس العالم لكرة القدم السداسية، وفوز كبير للمنتخب المغربي على نظيره اسكتلندي بنتيجة عريضة، حيث انتصر المنتخب المغربي ب7 أهداف مقابل هدفين، الشيء الذي يظهر السيطرة الكاملة للمنتخب المغربي على أجواء المباراة، وأن المنافسة كانت من طرف واحد. ألف مبروك للمنتخب المغربي الفوز الأول له في بطولة كأس العالم لكرة القدم السداسية، ونتمنى له المزيد من التألق والانتصارات إن شاء الله. نترككم الآن مع ملخص المباراة. ستشهد منافسة قوية للتأهل للدور القادم. يذكر بأن لحارس المرمى كرة على مستوى خط الدفاع، كرة طويلة، البحث عن المهاجم، هجوم مضاد، نتمنى استثمار هذه الفرصة. التصويب، الكرة اصطدمت بالعارضة، ما زالت الفرصة متواصلة. وسط الخط، هنا اللقطة الماضية في وسط الملعب، فرصة لكن حارس المرمى الثاني في وسط الملعب، محاولة تقدم، البحث عن التصويب، حارس المرمى من جديد، لكن تفتك عادت للمنتخب الوطني إمكانية التصويب، لكن الفرصة ضاعت. 8 منتخبات عربية في هذه النسخة. المنتخب الوطني المغربي، هنا فرصة، إمكانية التسديد، الهدف الأول، جول الهدف الأول للمنتخب الوطني، هدف الأسبقية وهدف التقدم. ينجح المنتخب الوطني. هنا اللقطة الماضية، تسديدة قوية لا تصد ولا ترد، منحت زويتني وسجل الهدف الوحيد لحد الآن في مقابلة اليوم. هنا فرصة، تمرير، التسديد، حارس المرمى يتصدى لتسديدة زويتني. هنا اللقطة، تفتك الكرة، فرصة، محاولة، إمكانية التسديد، الهدف الثاني، جول أسامة يسجل الهدف الثالث للمنتخب الوطني. أسامة بالعظم يسجل الهدف الثالث أو الثاني للمنتخب الوطني. هدفان 2 مقابل شيء، مجهود كبير بذله أسامة مسجلا الهدف الثاني. هنا محاولة، فرصة، كرة طويلة بشكل ممتاز، وصلت الذي يواصل التقدم ميلتون روس. هنا فرصة، حذاري، إدارة التسديد، الكرة اصطدمت بالحائط الدفاع. دائما للمنتخب الوطني العرضية، الهدف، جول الهدف الثالث للمنتخب الوطني. أسامة، يصبح النتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء. هنا فرصة، تسديدة، وجدت الحارس هاميلتون روس، التمرير، محاولة، التصويب، محاولة التمرير، الهدف الأول. منتخب اسكتلندا يقلص النتيجة، الهدف الأول للإسكتلنديين مع بداية الشوط الثاني. جوردان، لقطة، تسديد، كرة طويلة، محاولة التقدم، وصلت الكرة ليوسف، فرصة، حارس المرمى، تسديدة سانحة لتسجيل ركنية.
رفض الركنية من كانت فرصة خطيرة لمنتخب اسكتلندا. حتى الآن المنتخب الوطني لم يسجل أي هدف. منتخب اسكتلندا يتعامل بطريقة أكثر من ممتازة. هنا فرصة حارس هنا فرصة المراوغة والهدف. جول الهدف الرابع للمنتخب الوطني الذي يسجل الهدف الرابع في هذه المقابلة الكروية ويقترب أكثر من تحقيق الفوز والانتصار في هذا اللقاء. أيوب يسجل الهدف الرابع للمنتخب الوطني في هذه المقابلة وفي هذا اللقاء. حكم يعلن عن خطأ اللقطة الماضية. هنا محاولة فرصة ينجح في المراوغة. هدف جول هدف آخر. هدف رائع، هدف جميل. الطريقة التي راوغ بها حارس المرمى حمزة زهري يسجل الهدف الخامس. تحسن كبير في المستوى في الشوط الثاني. المنتخب الوطني هنا الطريقة اللي راوغ بها حارس المرمى ميلتون روس. هنا فرصة أخرى. الهدف السادس. يواصلون التألق ويواصلون الإبداع في هذه المقابلة. تصبح النتيجة 6 أهداف مقابل في هذه المقابلة. نعم الهدف السابع جول. الهدف السابع للمنتخب الوطني. تسديدة لا تصد ولا ترد. لم يجد مع ميلتون روس أي حل. هنا اللقطة هدف آخر. الهدف السابع اسكتلندا حاول التحضير. الهدف الثاني والكرة خارج الملعب. تسديدة كانت خارج. 6 أهداف كفارق لحد الآن ويمكن أن يصبح الفارق أكثر.